المهم يتشال محمد نجيب ويتعمل استفتاء ويبقى جمال عبد الناصر رئيس جمهوريه مصر العربيه، والكلام ده في 24 يونيو سنه 1956. وخد بالك قبل ما يمسك مصر عزيزي المشاهد سنه 54 وقع اتفاقيه الجلاء مع بريطانيا العظمى، وبريطانيا اجليت عن مصر، يعني لو جيت تبص هو اللي محرر مصر. المهم نسيب مصر دلوقتي ونبص على الساحه العالميه. وكانت الحرب البارده في الوقت ده ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، وكان في الوقت ده في حاجه اسمها سياسه الاحلاف، انت تبقى مع حلف الناتو وانت تبقى مع حلف شمال الاطلنطي وانت تبقى مش عارف ايه. فكان في احلاف، وكان عبد الناصر من ضمن الناس اللي ضد سياسه الاحلاف دي، وكان عمل مشكله مع نور السعيد رئيس وزراء العراق في الوقت ده لما عمل حلف بغداد مع الاوروبيين وقعد يهاجمهم وسلط الاذاعه المصريه تهاجمهم وكده. وكانت برضه فرنسا متضايقه منه لانه كان بيدعم الثوره الجزائريه بالسلاح وبيمدها وكده. من الاخر جمال عبد الناصر كان عامل صداع للقوى الغربيه، وكان في الفتره دي بدا يعمل اهم مشروع قوم مصر وهو مشروع السد العالي. فالقوى الاوروبيه قالت له طالما انت بتعمل لنا مشاكل خلاص احنا هنوقف